مفيش مرة اعتمدت فيها قوي على إنسان أو عليت سقف توقعاتي معاه إلا وخيب ظني. مفيش مرة سندت على حد قوي إلا لما اداني ظهره وفارق. ومش دايما بيكون الشخص ده وحش فعشان كده مشي، لا، هو عمل كده عشان ربنا ليه حكمة من تصرفه معاه. مفيش حد قلت عليه بحرقة ده كله إلا الشخص ده، إلا وقفل بابه في وشي في وقت كنت في أشد الحاجة لوجوده. ما حصلش معاك الموقف ده قبل كده وكنت هتتجنن ومش فاهم؟ أنا الأول ما كانش عقلي اتضيق مستوعب الحكمة من كده، وكنت بزعل وبقول لو كنت مكانه كنت هعمل وهسوي، وليه يحصل معايا كده؟ بس مع تكرار المواقف تيقنت إن ربنا بيعلمني إن لا ملجأ لأي إنسان إلا الله عز وجل. بقيت عارف إني ما دمت اتحطيت في شدة لازم تصرفات ناس معينة هتضايقني عشان اتعشمت فيهم بزيادة واتعلقت بيهم بزيادة. لازم هزعل، لازم هتوجع، هتقعد تتوجع وتتخزل وتحبط لحد ما تعرف حكمة ربنا من اللي بيحصل. هو بيحصل لناس كتير وهيفضل يحصل وهيزيد معاك طول ما تعلقك بالبشر بيزيد وبتتعشم فيهم بزيادة. انت مش لوحدك، الخذلان بيوجع بس لما تتعلم الدرس هتفهم ان ده لمصلحتك عشان ما تتحواكش البشر. هتفهم ان ده الخير ليك وانك كده بتعيد الاتزان لنفسك، وهتقول وقتها وكفى بالله وكيلا.